السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة البيتي فور بشكل جميل جدا وتحفة، يعني حاجة مبتكرة وحاجة جديدة خالص انا ما عملتهاش قبل كده معاكم، والنهاردة هنعملها مع بعض بنفس المقادير بتاعت البيتي فور، بس بتتكتغت شوية متغيرة عن اللي قبل كده. هنشوف مع بعض هنعمل ايه وخطوة بخطوة ان شاء الله هتعمليه ويبقى زي الفل معاكي. معايا دلوقتي 750 جرام من الزبدة. يعني لو عندك قالب الزبده اللي هو الكيلو بالنص كده اقطعيه نصين، والنص اقطعيه ربعين، كده هيبقى معاكي 750 جرام. طبعا معانا الفانيليا، وبرده الدقيق اللي انا بستعمله المره دي اللي هو حلو الشام، وخمس بيضات، وكوبايه ونص من السكر. طبعا هضرب الزبده زي ما انتم شايفين كده. طبعا الزبده بحراره التلاجة، انا مش سايباها بره ساقعه زي ما انتم شايفين كده، فانا هفضل هعاني معاها شويه انا عارفه، بس هفضل بقى اعمل كده واضرب وانزل على الجوانب لحد لما تبقى زي الفل كده وتبقى ناعمه وتبقى فوليوم معايا. بس كل المراحل انا كل ما اعمل حاجه هرجع واوريكم تاني انا عملت ايه. كل ما هضرب واوصل لمرحله هوريها لكم. زي ما انتم شايفين كده، بصي الزبده بتاعتي ساقعه قوي، وطبعا انا بعاني فيها لما بكون عاملاها بالمضرب. طبعا لو في على الجنب بتبقى اسهل بكتير. ده السكر بتاعي يا جماعه، انا عامله السكر في البيت، انا مش شاريه من بره، فاكيد ممكن تلاقي فيه حبيبات من السكر ما اتطحنتش، هتلاقي فيه السكرة خشنة، فيه هتلاقي فيه تكتلات من الرطوبة، كل الكلام ده كله. انا لسه طحناه دلوقتي حالا. طبعا انت لو طحنه السكر وسايباه عندك مركناه، حطي فيه معلقه نشا، مش هيعمل معاكي اي رطوبه. بس انا طحنته مباشره قبل ما استعمل السكر على طول. بصوا ده لسه زي ما هو، ما اتضربش كويس. ان انت لازم تنخليه عشان خاطر تطلع معاكي بالمرحله دي. هبدا تاني اعمل بنفس الطريقه بنص الكوبايه اهو، لحد برضو لما اشوف ايه بصي انا شايفه ان في كتير من السكر لسه ما متحولش البودر، يعني لسه ما اتضربش. كل ده هركنه بقى على جنب وارجع اطحنهم تاني. طبعا انا عارفه اللي اتعمل معايا قد ايه واللي ما اتطحنش قد ايه. هطحنهم بسرعه وارجعهم لكم تاني. ادي معلقه، وادي التانية. دول حبة السكر اللي كانوا معايا وما اتطحنوش، انا طحنتهم تاني اهو وزودتهم على المقادير بتاعتي. كده كوباية ونص من السكر، ومعايا 750 جرام من الزبدة، وخمس بيضات. هبدأ في المرحلة دي طبعا ان انا هضرب الزبدة من السكر لحد ما يبقى معايا بقى قوام الكريمي بقى اللي هو الفوليوم خالص، ولون الزبدة بتاعتي بيفتح يعني قريبة قوي من انها تبقى كريمي، او اللي هو الاوف وايت، اللون الاوف وايت ده. مش هتبقى اللون ده خالص. هبدأ برضو ان انا اضربها كده لحد لما اوصل للمرحلة اللي انا عايزاها وهوريها لكم. كده بصي انا وصلت المرحله عامله ازاي كده كريمي خالص. هبدا بقى انزل برضو اللي على الجوانب، لان انا ما ينفعش ان انا افضل اضرب وخلاص، لازم انزل اللي على الجوانب. كده المرحله بتاعه البيض، بصي البيضه دي ده كانت تكون عايزه تنزل، فانا هنزلها مفيش مشكله خالص. بدل ما تنزل بيضه واحده نزلوا اتنين، بدل ما تبقى متشعلقه لا هي طالعه ولا هي نازله. المهم دلوقتي ضربت البيض بالزبده زي ما انتم شايفين كده، ولازم اضرب بسرعه جدا علشان خاطر البيض يختفي وما يقطعش معايا مع الزبده. انا عايزه يبقى ايه عشان الزبده عندي ساقعه، انا مش عايزه انزل عليها البيض وفي الاخر يتقطع معايا. هفضل اضرب كده لما يرجع كريمي تاني، او ما يرجع كريمي تاني والبيض بتاعي يختفي خالص، هبدا انزل البيض اللي بعديه. معايا كام بيضه؟ انا معايا خمس بيضات. عايزاه يبقى هش وناعم جدا جدا، ممكن احط 3 بيضات، احط الصفار بتاعهم بس، وبيضتين كاملين. لو انت عايزاه يكون ما تستحمليش تمسكيها كده ويكون هشه خالص. لكن انا عاملاها دي قوامها كويس والقوام بتاعها حلو وهيعجبك قوي، يعني هيفضل يقعد معاكي شويه، من التاني مش هيستحمل. كده انا برضو نزلت البيض، وهفضل برضو اضرب زي ما انتم شايفين كده لحد لما البيض يختفي. ما شاء الله العجينه بتاعتي هشه قوي اهو، بص كريمي خالص خالص. جيت برضو انزل اهي بيضه برضو مش علقه. هنزلها وهفضل برضه اضرب. انا كنت المفروض المرحله دي اسرعها لكم شويه عن كده، بس بصراحه قلت لازم اوريكم خطوه بخطوه، لان في ناس كتير قالت انها اتقطعت معاها وما عرفتش تلم الزبده معاها تاني. لكن انا بقول لك اهو، انت كل ما تضربي بسرعه جدا الزبده مش هتقطع معاكي خالص، وهتلم معاكي وهترجع كريمي تاني زي الاول. بس اهم حاجه ما تحطيش البيض الا لما البيض التاني يكون لم معانا زي ما انت شايفه كده. يعني اول ما البيضه ما تختفي نبدا نحط البيضه اللي بعدها.
عشان الشكل يطلع كريمي زي ما انت شايفه دلوقتي. وهنشوف في الاخر خالص هيبقى مقطع ولا هتبقى الكريمه بتاعتي ناعمه، الزبده بتاعتي ناعمه خالص كريمي. هنشوف. انا هنزل اخر بيضتين معايا، هنزلهم كلهم بقى مره واحده كده، مش هنزل بيضه بيضه لان هي اخر اتنين خلاص. هروح منزلهم دلوقتي وبرده هضرب بنفس الطريقه اهو كده. هنا كده خلصت. طبعا انا ما بحطش الصفار خالص لوحده، انا بحط البيضه كامله. اللي عايز بقى زي ما انا قلت يحط صفار بس عشان ينعمه هو حر، لكن انا بحبها تقعد معايا كده، انقلها من مكان لمكان، اعرف امسكها، اعرف اتعامل معاها. لكن التاني بصراحه بيبقى ناعم بزياده قوي، ما تعرفيش تمسكيها. انا خلاص خلصت اهو زي ما انتم شايفين، ووصلت معايا المرحله انها تبقى كريمي. بصي الشكل عامل ازاي كده. في المرحله دي هنزل بقى الفانيليا، طبعا عشان حاطه بيض لازم احط الفانيليا. خلصت كده والفانيليا بتاعتي اهو. انا عندك باودر حطي، عندك سايله حطي، بس بصراحه دي بتبقى حتى في التسويه بتدي ريحه حلوه قوي. هبدا بقى اديها ضربتين بس كده، مش هدي كتير، خفاف خالص كده بالمضرب عشان بس اخفي الفانيليا اللي انا نزلتها وتبقى تقلب فيها كلها، وخلاص على كده. مش هكتر في الضرب يعني، هي كده وخلاص. انا واصله للمرحله اللي انا عايزاها وكده زي الفل كده. خلاص بقى انا هبدا ان انا اشيل المضرب بتاعي وهنزل بدقيق زي ما انتم شايفين كده. بصوا الدقيق بتاعي هبدا بقى انا اقلب بايديا. طبعا مش هينفع خالص ان انا اقلب باي حاجه تاني غير ايدي، عشان خاطر اجيب من تحت لفوق وبالراحه خالص كده، عشان الهواء اللي انا دخلته في الزبده والسكر اللي انا ضربتهم مع بعض ما ينزلش. هبدا بقى بالراحه كده وبسم الله، وهبدا ان انا اجيب من تحت واقلب. بص التقليب عامل ازاي، ما بعجنش خالص يا جماعه. البسكوتات والبيتيفور والحاجات دي كلها ما بتتعجنش، لو عجناها هتعضم معايا يعني هتطلع الحاجه ناشفه، ولو كمان حطينا لها سوائل برضو تطلع حاجه ناشفه. فخلي بالك، لا العجن ولا سوائل ولا بيكنج باودر كمان، خلي بالك من دي، مش هنحط لها بيكنج باودر. اهو زي ما انت شايفه كده. هفضل بقى نعجن. بصوا الزبده بتاعتي كل ما اقلبها بحس ان العجينه بقت ناعمه، عماله بتنعم معايا وبتطرى، تنعم وبتطرى كده. مش مستحمله خالص ان انا احطها بس بين ايديا. بصي الزبده بانت اهي. كل ده عشان انا ما بعجنش، انا مجرد ان انا بس بقلب من تحت لفوق زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله قوام تحت ايدي والله تحفه وناعمه جدا جدا جدا. طبعا انا هخلص بس لم العجين بنفس الطريقه كده. انا مش هعمل عجن زي ما قلت لكم، انا بس هلم الدقيق بالعجينه اللي انا عجنتها مع الزبده والسكر اهو زي ما انتم شايفين. بص العجينه بتاعتي ما شاء الله. هلم بس ما يبقاش فيها دقيق خالص، واتاكد ان الدقيق من تحت مش موجود. هجيب من تحت ومن فوق. قسمت العجينه اتنين زي ما انتم شايفين كده، وهحط معلقتين من الكاكاو وهبدا اقلبهم كده. دي اللي هتبقى بالكاكاو، وهركنها. وهبدا بقى ان انا اتعامل في الناحيه التانية عشان خاطر ان انا ابدا التشكيل معاكم. التشكيل سهل وبسيط. انا هوريكي دلوقتي الشكل البلبله اللي انا بشتغل بيها او التيب اللي انا بشتغل بيه، وهوريلك هو ده التيب بتاعي والله. وبصي العجينه سهله جدا. حتى انا بتعامل بالقمع بتاعي، القمع السيليكون، مش قمع ولا قماش ولا اي حاجه يعني خاصه بالكلام ده، لان العجينه بتاعتي مش تقيله. العجينه لو تقيله كان زمان الكيس اتقطع، لكن العجينه سهله خالص وناعمه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله تحفه. بصوا عامله ازاي سهله انها تنزل من الكيس. شكلي بقى بالطريقه اللي تعجبك وبالشكل اللي يريحك اهو. العجينه سهله وناعمه جدا ومرنه معايا اهو زي ما تحبي. انا كده حسيت ان دي فيها عك، انا شلتها وهبدا ان انا احط مكانها كده واحده كمان اهو. اللي ما تعجبكيش شيليها على طول، اللي ما تعجبكيش شيليها واعملي غيرها. ده شكل صوابع انا حبيت ان انا اغير، حبيت ان انا اعمل حبه وردات وحبه بالصوابع زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى ان انا احطها على درجه حراره وسط في الرف الوسطاني، مش هعلي عليها النار خالص ولا اوطي عليها النار خالص، فدرجه حراره وسط. ودوت اللي هو بالشوكليت اللي هو بالكاكاو يعني. انا هبدا برضو انزله زي ما انتم شايفين كده. انا عندي الولاد بيحبوه جدا. انا ساعات ما بعملش اصلا بالشوكولاته، بعمله كله ابيض وازوق بالشوكولاته، بس هم السنه دي مصممين ان انا اعمل من ده ومن ده، فانا بصراحه بحب ارضيهم وحطيت المره دي الكاكاو. طبعا العجينه بتبقى تقيله شويه، لو حسيتيها تقلت معاكي حته زبده وتضربيها فيها تكون بحراره المكان يعني، يا اما حته سمنه صغيره او تحطي زيت طبعا. انا مش عارفه اظبط ايدي لان الكاميرا مضايقاني، فحاولت ان انا اظبط ان هم يكونوا في صف واحد، معرفتش بصراحه. المهم انا كده سويت. بص التسويه بتاعتي عامله ازاي، اللون بص عامل ازاي، لا حتى يعني ما لحقتش تاخد مني لون خالص.
انا مسيحه الشوكولاته اللي هي البني زي ما انتم شايفين كده، ومسيحه شوكولاته بيضه، ومعايا سوداني، ومعايا البرازق او الفارماسيل، بس ده المدوره مش طويل. ودي الفراوله بتاعتي انا عاملاها مربى في البيت، انا مشتريتهاش من بره اهو زي ما انتم شايفين. بص عامله ازاي بيوريه وناعمه جدا جدا. بص شكل المربى بيتكلم عن نفسه. دي انا عاملاها في البيت، وكنت عاملاها فيديو زمان قبل كده، ممكن ارجع اعملها لكم تاني. طبعا انا عبيتها في الكيس زي ما انتم شايفين كده عشان تسهل عليا التزيين. انا هوريكي بس ايه حاجه بسيطه كده. ادي واحده، انا بس هوريكي ازاي هعمل، وهروح ايه ازاي هلزقها بشكل سريع يعني. دي الشكل اللي هو الطويل، ودي الشكل اللي هو المدور بتاعي العادي اهو. وبعد كده بقى ننزلها في الشوكولاته زي ما احنا عايزين. نحطها في الفرماسيل، نحطها في السوداني، نسيبيها زي ما هي كده بالشوكولاته بس برضو مفيش مشكله خالص. هو دي الاشكال اللي انا هتعامل بيها، بس انا حبيت اوريكم اللي انا هعمله والاشكال اللي انا هتزوق بيها. وبعدين دي بتاعتك انتي وذوقك انتي واختيارك انتي، بالشكل اللي يريحك اعمليه. قبل ما نقفل مع بعض الفيديو، اتمنى ان الكل يعمل لي لايك ويعمل لي شير للفيديو، وان شاء الله ينور رضاكم وتجربوه وتجربوا المقادير بتاعتي هتعجبكم جدا. سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات خالص، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم. وتجربوا اللي انا عملته دوت وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. الشكل الطويل ده انا اول مره اجربه، بس انا بصراحه حبيت ان انا اعمل حاجه كده مختلفه. حابه تعمليه ما فيش مشكله، مش حابه ما تعمليهوش، بس انا بصراحه شفت الشيف محمد حامد بعمله، فقلت اجرب انا كمان الشكل الطويل ده. هي كبيره شويه، بس أنا لما شفتها عجبتني بصراحه. وده كده بعد التزيين اديه مغطساها في الشوكولاته خالص، وعليها بندق، ودي عليها لوز وسوداني وفرماسيل زي ما انتم شايفين كده. حبيت ان انا اغير شكل التزيين تماما اهو زي ما انتم شايفين. اتمنى يكون نال رضاكم، ولايك كتير 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 لكل اللي بيحبوني، وشكرا لكم.